تطوير الذات للدكتور أوسم وصفي. ابتدى الكاتب كتابه وبيقول عشان نطور نفسنا لازم نفهمها ونقبلها ونحبها ونتعلم ازاي نقودها، وكمان نعرف طباعنا وطبيعتنا اللي اتشكلت فينا عشان نقدر مع الله والآخرين نعيد تشكيلها بشكل أفضل. وسأل الكاتب سؤال: ايه هدفك من الحياة؟ وقال إن أغلب الناس مش بتقدر تجاوب السؤال ده، وإن ده أمر طبيعي في مرحلة الشباب واللي لسه بيتعرف فيها الإنسان على نفسه ودوره. لكن الحقيقة المؤسفة إن الغالبية بتفضل مش عارفة تجاوب السؤال ده طول عمرها. وقال الكاتب إن أول خطوة عشان تعرف هدفك في الحياة هي إنك تعرف نفسك، وده عن طريق إنك تتأمل نفسك ومشاعرك وأفكارك المتكررة وسلوكك وعلاقاتك. والخطوة التانية هي إنك تقرر نوع الحياة اللي عايز تعيشها، ومن الخطوتين دول تقدر تحدد هدف حياتك. ووضح الكاتب إن في 3 أنواع من الحياة بيسعى ليها أغلب البشر. النوع الأول الحياة السعيدة اللي مليانة بالأخبار السعيدة والمشاعر الإيجابية والرضا والبعد عن الصراعات والمعاناة. أما النوع التاني هي الحياة الناجحة، وفيها بيتقن الإنسان مهارات أساسية عشان يسدد احتياجه، ومش بيكتفي بكده لكن بيتعرف على نقط القوة وبيستخدمها ويوظفها عشان يعيش حياة ناجحة ومليانة بالإنجاز. والنوع الثالث حياة بتدور عن المعنى، وفيها الناس مش بتكتفي بالنجاح بس لكن بيعيشوا يخدموا أمر أكبر من نفسهم، وده النوع اللي حكى عنه يسوع: أنا من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. هنا يسوع بيتكلم عن ناس مستعدين يفقدوا السعادة والنجاح المادي والمهني في سبيل معنى أكبر بيعيشوا لأجله ويكون هدف حياتهم. ووضح الكاتب إن نوعية الشخصية والحياة بيحددوا الرؤية، والعكس رؤية الإنسان للعالم ولنفسه بتأثر في نوعية شخصيته وحياته. والرؤية هي النظرة الشاملة اللي بتشوف الصورة كاملة وتعرف حقيقة الأمور، اللي بتشوف بيها نفسك من غير خداع ولا تملق، ومش بتخضع للأفكار المسبقة أو القوالب المحفوظة. ولتطوير ذاتك بتحتاج تكون رؤيتك واضحة بقلب وذهن متجدد. تطوير الذات بيحتاج تجديد القلب وتجديد الذهن باستمرار. أول أمر تجديد القلب. وقال الكاتب إن القلب هو الملك اللي منه بتخرج القرارات، وهو اللي بيوافق على الأفكار فبيمارس السلوك أو يرفضه. والإنسان كائن روحي حر، كل تصرفاته خاضعة لقلبه، فلو حصل مشاكل متكررة في تصرفاته ده دليل على مشكلة في قلبه وضعف إرادته، وده بيحتاج لإعادة تشكيل القلب. ووضح الكاتب إن في عبارات غلط بنمارسها ونصدقها بتمنع من تغيير القلب، زي هو بيغضب كتير لكن قلبه طيب، لأن في كل مرة بيعبر عن غضبه بعنف بيندم ويعتذر. أو كلامها عنيف ومستفز لكن قلبها طيب، لأن بالرغم من عنفها ما تقصدش الضرر أو تصرفاته. متكبرة لكن جواها طفل صغير. ووضح الكاتب إن الشخص الكثير الغضب والانفعال هو شخص بيخضع قلبه لسيطرة مشاعر الغضب، والنتيجة رفع الصوت وإهانة الآخرين، وده محتاج لإعادة تشكيل القلب وتجديده عشان تتجدد كل الحياة. وهنا سأل الكاتب إزاي يتجدد القلب؟ وقال الكاتب عن طريق 3 خطوات. أول خطوة قرار إرادي بالتوبة وتسليم الحياة لله بالإيمان بموت يسوع وقيامته، ويحل الروح القدس في القلب عشان يدي القوة للحياة الجديدة، وهي دي القيامة مع المسيح. تاني خطوة التدريب المستمر على تغيير السلوكيات القديمة. حتى لو حاولت قبل كده بعد تسليم الحياة للمسيح الأمر هيختلف، لأن القوة للتغيير هتكون منه مش بقوتك. تالت خطوة إنك تخلع القديم باستمرار وتلبس الجديد باستمرار، بمعنى التعامل بشكل مختلف مع أفكارك وكلامك وتعاملك مع الناس، فتتعامل بشكل أفضل مع الغضب وتضبط نفسك وتغفر، وتتعامل بشكل أفضل مع ميولك العاطفية ومشاعرك، تتعامل بشكل أفضل مع الوقت وتنظم وقتك، تتعامل بشكل أفضل مع كلامك فما تسمحش بكلمة غلط تخرج منك، تتعامل بشكل أفضل مع جسمك فتحافظ عليه. تاني نقطة لتطوير الذات هو تجديد الذهن. الله خلقنا أحرار نختار اللي بنفكر فيه واللي منفكرش فيه، وأفكارنا نوعين. النوع الأول التفكير المقصود أو التركيز، وده اللي بنستخدمه عشان ناخد قرارات في أمر معين. والنوع التاني التفكير التلقائي، اللي هو الأفكار اللي بتيجي فجأة كرد فعل على حدث معين. وأغلب الأفكار اللي بتدور في ذهننا خلال اليوم هي الأفكار التلقائية، وبنعملها على إنها مشاعر، وعشان كده بنعبر عنها بكلمة أنا حاسس، رغم إنها أفكار مش مشاعر، لكنها بتحرك مشاعرنا زي فكرة الرفض والفشل، بتثير مشاعر الحزن والإحباط والغضب. وبينصحك الكاتب إنك تراقب أفكارك التلقائية،
وفي كل مرة بتشعر فيها بمشاعر سلبية اكتب في ورقة وقسمها ل4 خانات: المشاعر، الأفكار، الأحداث، السلوك. اكتب الشعور في الخانة الخاصة بالمشاعر، وفي خانة الأفكار اكتب الأفكار اللي أدت للشعور ده، وفي خانة الأحداث اكتب الحدث اللي سبب الأفكار دي، وأخيرا في خانة السلوك اكتب رد الفعل اللي حصل نتيجة للأفكار والمشاعر. ومع مراقبة أفكارك هتساعدك تفهم نفسك أكتر وتفكر بطريقة إيجابية. وبينصحك الكاتب إنك كمان تراقب معتقداتك اللي اتكونت جواك على مر السنين واكشفها في محضر ربنا، واقبل التجديد لذهنك. وبيوضح الكاتب إن تجديد القلب والذهن عملية مؤلمة فيها بتختار إنك تموت القديم وتتخلى عن سلوكيات ومعتقدات عشان توسع الطريق لكيان جديد يعيش مع الله هنا على الأرض وفي السماء. وهي عملية مستمرة من إماتة القديم واختبار مشيئة الله الصالحة والمرضية والكاملة للإنسان الجديد، وهو ده تطوير الذات. الفيديو خلص، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل وطرق لتطوير الذات. بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.